السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد ووصفة جديدة مع سارة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بريوات بكاوكاو بنكهة اللوز، كيجيو لذاذين معلكين مع السر اللي كيخلي لنا الورقة كتجينا هشيشة. خليكم معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. على بركة الله عندي 500 غرام ديال الكاوكاو. خديت 300 غرام طحنتها بهذا الشكل هذا، و200 غرام طحنتها على شكل براليني كما كتلاحظوا. كنطحن كاوكاو مزيان حتى كيتعلك ويولي بهذا الشكل هذا. غادي نضيف نص كاس ديال سكر سنيده اللي ممكن نطحنوها في الاول مع كاوكاو. غادي ندير نص معلقه صغيره ديال القرفه. غادي نزيد المسكه الحره اللي طحنتها مع شويه ديال السكر. عندي معلقه ديال الزبده. غادي نضيف قطرات من روح اللوز وقطرات من روح الزهر. هذا روح اللوز كيعطينا مذاق زوين للعقده. غادي نزيد هاد الكاوكاو اللي طحنته على شكل براليني، وغادي نعجن مزيان هاد العقده هادي. بالنسبه للكاوكاو خديت 500 غرام ديال الكاوكاو المفسخ اللي رديته غلا 5 ديال الدقائق مع قطرات من روح اللوز، قطرات من روح الزهر، ولي طرونش ديال الحامض. خليته غلا كما سبق ليا وقلت لكم 5 دقائق. من بعد كنصفيه وكنخليه يسقطر، عاد كنقليه في الزيت اللي تكون بارده باش كيجينا مقرمش. هاد الطريقه هادي كتنقص لينا من الجهد ديال الكاوكاو وكيجي المذاق ديالو زوين. صافي من بعد ما عجنت الوقده كتولي بهذا الشكل هذا. كيكون القوام ديالها خفيف شويه هكا باش كتجينا البريوه معلكه. غادي نحطها على جنب وندوزو باش نصايبوا الورقه. كناخذ هنايا 500 غرام ديال الورقه، وغادي نقطعها شرائط بهذا الشكل هذا. درت فيهم واحد 4 ديال السنتيم. هاد القياس هذا كيجينا زوين في البريوه، ما كتجيش كبيره بزاف وفي نفس الوقت ما كتجيش صغيره. كنقطع شرائط وغادي نجمعهم في واحد البلاستيكه باش ما كتنشفش لينا الورقه. كناخذ الورقه كنسرحها بهذا الشكل هذا، تندير واحد 6 ولا 10 المهم على حسب المساحه اللي عندكم. وكناخذ الكويرات ديال العقده حتى هما كنديرهم بهذا الشكل هذا باش من كنبغي نلوي البريوات كتجيني العمليه سهله. بالنسبه للعقده راني درت فيها 10 ديال الغرام. كنكور العقده هي الاولى، كنحطها حدايا في واحد الطبسيل، عاد كنبقى نصايب في البريوات كما شفتوا معايا الطريقه. كنحطوها في الجنب وكنبقاو نلويو بهذا الشكل هذا. كنحاولوا ما نخرجوش على الاطار باش كتجينا البريوه مقاده من جنيبات بجوج. هنا غادي نلصق بواحد الخليط ديال الدقيق مع الماء. كيكون القوام ديالو ثقيل شويه على البغرير، وممكن تلصقوا بابيض البيض. حاولوا دائما تخدموا بهذا الشكل هذا. دائما فرشوا واحد 6 ولا حتى 10 ديال الورقات، حطوا العقده فوقهم ولويو بهذا الشكل هذا. راه كدوز العمليه بسرعه ودغيا كتساليو البريوات ديالكم. من كنبقاو نديرو بوحده بوحده كناخذوا مده اطول. صافي كنحاولوا ما نخرجوش على الاطار. كنتمنى الطريقه تكون واضحه ومفهومه. كنعتذر هنا حيت ما قربتش الكاميرا ما بانش الطويه ديال البريوه مزيان. المهم بالنسبه للسر اللي كيخلي لنا البريوات كيجيونا هشاشين هو ان ضروري خصنا نخليو الورقه تنشف. انا كنخلي الورقه تنشف ليله كامله او البريوه ليله كامله حتى الصباح. الا درتهم في الليل كنخليهم حتى الصباح عاد كنقليهم. كتجينا واحد التقرميشه اللي خفيفه في الورقه وهشيشه بزاف. اما من كنقليوهم غير كنساليو كنقليوهم ولا كنخليوهم شي ساعه ولا ساعتين راه كيجيو فعلا مقرمشين، ولكن ديك التقرميشه اللي كتجي قاصحه. صافي كنخليهم كما قلت لكم باتوا هنايا ليله كامله. هنا راه لا غد ليه. دابا غادي ندوز باش نقليهم. قبل كندفي العسل غير واحد شويه حتى تيتسلق. عسل اللي خاص بالمعسلات او بالشباكيه اللي كيكون قاصح شويه. هنا راه غير دفيتو حتى تسلق صافي. وكندوز مباشره كنقلي البريوات. هنا زيت اللي تكون سخونه غير كنلوح البريوه وكنقص ليها على نار اللي تكون مهيله. كنخلي البريوات كيطيبوا على خاطرهم وكنبقى نحرك فيهم. ضروري ما تبقاو تحركوا في البريوات باش كياخذوا لكم واحد اللون اللي تيكون موحد. كما كتلاحظوا معايا انا ما كنحيدش يديا منهم. مره كنبقى نحركهم بهذا الشكل هذا حتى كياخذوا لي هذا اللون. كنحيدهم كنديرهم في واحد الصفايه كنستقطرهم من الزيت مزيان مزيان، عاد كنديرهم في العسل.
وكنستمر بهذا الشكل هذا حتى كنكمل البريوات اللي عندي. القليه اللي قليتها كنديرها في العسل. هنا من بعد ما كملت البريوات ديالي غادي نخليهم هنايا في العسل حتى كيبرد عليهم وكيتشربوا مزيان. تقريبا كنخليهم واحد 2 سوايع حتى ل3 سوايع حتى كيوليو بهذا الشكل هذا. دابا غادي نحيدهم من العسل ونخليهم حتى كيتسقطروا ونشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات اللي حضرت معاكم. بريوات بكاوكاو بنكهه اللوز اللي كيجيو لذاذين معلكين كما تلاحظوا معايا الشكل ديالهم للداخل. كيجيو مقرمشين، تقرميشه اللي كتجي خفيفه ما كتجيش قاصحه بزاف، وكذلك التعليكه. بالنسبه للتزيين ممكن ترشوا عليهم الجنجلان او اللوز ايفيلي او الكاوكاو ايفيلي، كيبقى على حسب الرغبه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها. كنشكركم على المشاهده. مع السلامه.